ابو شوم راح تبقى ويانا طيله الحلقه اخونا الحبيب، تبقى ويانا طيله الحلقه، بس خلي يتكلم الشيخ الله يحفظه، وراح اكون معك طيله الحلقه ان شاء الله. تفضل. هو راح يتكلم بعدها، انت راح ترد ملاحظات. لا 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 ما اعرف ابد، اذا رديت كلمه لك. انا ما اطول. كان يا ما كان في حاضر الزمان رجل اسمه وعد اللامي، خرج من بيته صباحا وركب سيارته ومشى في السيارة إلى أن جاء إلى مدرسة الأولاد، أولاده في المدرسة. دخل إلى الإدارة وسأل عن حال أولاده فأجابوه وتحدث معهم، ثم خرج منهم وذهب إلى السوق واشترى من السوق البطة والبطاطا والبصل والثوم. وحينما كان يشتري الباكة نظر وإذا بصديقه أبو شومة جالس، فقال له: مرحبا يا أبا شومة، كيف حالك؟ قال له: أهلا بالحاج وعد الطيب، تفضل. قال له: لا أنا مستعجل. ثم ذهب الحاج وعد وأنجز العمل الثاني والثالث وذهب إلى المسجد وصلى وعاد إلى بيته. أنا أتكلم عن منو؟ عن أبي شومة أم أتكلم عن حج وعد؟ أبو شومة شنو علاقته بالموضوع الآن؟ لما واحد يجي لي يقول لي تعال سؤال، نعم، ما هو عمر أبي شومة؟ ايش قد عمره؟ ايش قد طوله؟ ايش قد عرضه؟ شنو هالمنقبة العظيمة لأبي شومة أنه كان قاعد يأكل عند أبو الباشا؟ شنو علاقة هذا؟ أنا جاي أسولف قصة عن رجل واحد. أبو شومة دخل عرضا، ذكرته من باب الأمانة في النقل. أبو شومة ما له علاقة، قاعد يأكل والسلام عليكم. هذا هو النص القرآني أمامنا. لاحظ الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه، هذه الهاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، مفعول به. فقد نصره، هذه الهاء منه؟ لمن؟ النبي صلى الله عليه وآله. الله الفاعل، فقد نصره الله إذ أخرجهما، عفوا، إذ أخرجهما. لا 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 أخرجه حجي، أخرجهما لا واحد مو اثنين. يعني الثاني ما أخرجوه، هاي مشكلة. إذن هو هاي النقطة المهمة، أنه كان المستهدف بالإخراج على قولتك القصة كلها لواحد وهو النبي صلى الله عليه وآله. هذا أخرجه منه النبي؟ نعم. منو أخرجه؟ الذين كفروا. ثاني اثنين، هنا مسألة عدد، أكو اثنين، هو ثاني الاثنين. الآن ثاني اثنين، هو الأول دخل قبله وهو دخل بعده، هاي هم مو زينة. بالنتيجة أكو اثنين موجودين بالغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الهاء على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. على من؟ نفس الضمير، نفس الضمير، الضمائر كلها جاي تتحدث عن شخص واحد. ليش هنا في كلمة سكينته عفوا يتغير الضمير ويصير لشخص آخر؟ ليش؟ شنو الداعي؟ وين القرينة؟ عليه، هذه عليه، لماذا هذا الضمير هنا تغير؟ وأيده، أيد من؟ نفس الشخص، بجنود لم تروها. إذا قلتم أنه السكينة نزلت على الصاحب هذا، فالله أيد الصاحب أيضا بالجنود، يعني لا أنزل سكينته على النبي ولا أيده بجنود لم تروها. بعدين حجينا يصير أنا أقول ولو شوية يعني بسرعة، يصير أنا أقول أنا قادر على إنجاز العمل مع أنكم لا تساعدونني، فإني سأنجز عملي